ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل ليلة انت قاعد فيها مطمن ومرتاح في بيتك ونايم في سريرك تحت الغطا او تحت التكييف او تحت المروحة، وما عندكش اي فكرة باللي بيحصل بره البيت، وانه ممكن يكون قريب جدا من بيتك، ممكن يكون في شقة مهجورة حواليك او في بيت قديم مهجور في المنطقة اللي انت قاعد فيها، او ارض خلا او طريق مقطوع انت ساكن بالقرب منه. عمرك فكرت في مرة انك تعيش كوابيسك على ارض الواقع؟ ايه اللي يحصل لو اللحظات اللي انت بتقوم فيها مفزوع من النوم تتحول معاك اللحظات دي الحقيقة؟ للأسف الموضوع ده مش مستحيل. الكوابيس اللي انت بتخاف منها باستمرار دي غيرك بيعيشها على أرض الواقع. مواقع الإنترنت مليانة بالتجارب والقصص الواقعية، في فعلا منها قصص واقعية وفي منها قصص خيالية، لكن أنا كل اللي عليا إن أحكي لك القصص وانت اللي تقول رأيك فيها. أنا ما أقدرش أحكم إذا كانت القصص دي حقيقية ولا مش حقيقية، والنهاردة هنحكي كام قصة منهم يا رب تعجبكم وترعبكم. لكن قبل ما احكي لكم القصص بتاعت النهارده بطلب منكم طلب صغير، ان انتوا تشتركوا في القناه اللي ما اشتركش، ولو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي اعمل له لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في صفحه الفيس، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الوصف تحت. وليا طلب اخير عندكم، نفس الفيديو ده يوصل ل 50,000 لايك عشان يدخل في الترند ويشوفوا اكبر عدد من الناس، فيا ريت ما تبخلوش علينا باللايك للفيديوهات. ويلا بينا نبدا اول قصه من قصص النهارده. ناسان وهايزر لسه عرسان جدد، وراحوا يقضوا شهر العسل في شمال كاليفورنيا في منطقة جبلية جميلة بتطل على البحر. ركبوا عربيتهم على العصر وكانوا على أمل إنهم يوصلوا قبل ما الليل يجي، وكان فاضل لهم ساعة ونص عشان يوصلوا لوجهتهم. لكن لسوء حظهم حلت عليهم موجة ضباب حجبت عنهم الرؤية على الطريق. موجة ضباب شديدة غيمت على طريق الغابة اللي هم كانوا ماشيين فيه، وده اللي أجبر ناسان إنه يبطئ سرعته من 90 كيلو ل 30 كيلو في الساعة. وكان الطريق متعرج وكله منحنيات ومتفرع لطرقات ضيقه، وده اللي خلى ناسان انه يسوق ببطء وحذر. وفي احدى الممرات الضيقه لمح العروسين شابه صغيره واقفه لوحدها على الطريق، لابسه جلابيه بيت لونها ابيض وبتشاور لهم بصبعها الابهام في اشاره منها انها محتاجه توصيله. لكن ناسان لما شافها همس كده بصوت واطي وقال: حظ سعيد ليكي انك تلاقي توصيله في الليله المعتمه دي. لكن عروسته هيزر قالت له: اقف ولف بسرعه بالعربيه، ارجوك ما ينفعش نسيبها لوحدها في طريق مقطوع زي ده، لازم نساعدها ونوصلها. فزوجها قال لها: ارجوك احنا متاخرين ساعتين عن ميعاد وصولنا. ففضلت عروسته تترجاه وتصر عليه انه يوصلها، وبالفعل وقف العربيه ورجع للبنت الصغيره ونزل ازاز شباك عربيته عشان يشوفها كويس. ولاحظ ناسان ان هدومها متسخه ودايبه ووشها شاحب ونحيل كانها مريضه. فسالتها زوجته: انت محتاجه توصيله؟ فالبنت قالت لها: اكون متشكره جدا ليكي لو وصلتيني لحد البيت، انا اتاخرت جدا عن ميعاد رجوعي للبيت، وزمان والدي ووالدتي قلقانين جدا عليا. فسألها ناسان: طيب انت بيتك فين؟ فالبنت قالت له: على بعد 10 اميال اسفل الطريق. وقالت البنت وهي بتركب العربية: فيه مفترق طرق ومحطة بنزين مهجورة، وعلى الجانب التاني من الطريق هتلاحظ منزل ابيض وحواليه حديقة كبيرة، هو ده منزل عيلتي وهم مستنيني هناك دلوقتي. المهم ناسان مشي بالعربية هو وعروسته وخدوا البنت معاهم، وناسان حاول انه يتكلم مع البنت او يخلق معاها اي حديث، لكنه لاحظ ان البنت صامتة وما بتتكلمش ولا كلمة، وقاعدة بمنتهى الهدوء على الكنبه الورانيه للعربيه. فناسان وعروسته اعتقدوا ان البنت نايمه، وبعد مرور ربع ساعه وهم ماشيين بعربيتهم لاحظوا فعلا محطه البنزين المهجوره اللي البنت وصفتها لهم. فهنا ناسان سال البنت: هي دي محطه البنزين المهجوره اللي انت تقصديها؟ لكن البنت ما ردتش عليه، فرجع يسالها تاني نفس السؤال، لكنه وهو بيلف دماغه عشان يبص عليها لاحظ وجه عروسته اللي قاعده جنبه وهي مفزوعه، ولما جه يبص ورا على البنت ما لقاهاش، البنت اختفت. وهنا عروسته قالت له وهي مصدومه: ناسان البنت اختفت. فقال لها: ناسان تقصدي ايه انها اختفت؟ ازاي مشيت من العربيه؟ وكان ناسان ماشي بعربيته ببطء وهو في طريقه للمنزل الابيض اللي قدام محطه البنزين المهجوره. وهنا ناسان لقى ضوء كشاف ضارب في وشه، فبيبص عشان يشوف مصدر الضوء ده ايه، فشاف شخصين جايين من ناحيه المنزل الابيض ناحيته، والشخصين دول كانوا راجل عجوز ومراته اللي هم اصحاب البيت. وسالوا ناسان وعروسته لو محتاجين اي مساعده هم يقدروا يقدموها لهم. فهنا ناسان قال للراجل العجوز صاحب البيت: انا مش عارف هتصدقني ولا لا لو حكيت لك، بس انا كل اللي اقدر اقوله لك ان كان في بنت شابه كانت واقفه لوحدها على الطريق وكانت محتاجه توصيله واحنا ركبناها معانا. وهنا الراجل العجوز قاطع كلام ناسان وكانه عارف بقيه الحكايه، وقال له: البنت دي طبعا طلبت منكم ان انتوا توصلوها لحد بيتها ووصفت لكم العنوان على هنا. فهنا ناسان اتصدم من كلام الراجل وهز دماغه كده ان فعلا هو ده اللي حصل. فرد عليه الراجل العجوز وقال له: يا سيدي الفاضل، انت وزوجتك مش مجانين
مجانين ولا بيتهيأ لكم حاجات، وانتوا مش اول ناس اتعرضوا للموقف ده. البنت اللي انتوا شفتوها على الطريق دي تبقى بنتنا، واتقتلت على الطريق من 7 سنين. شخص مجهول دهسها بعربيته وهرب، والشرطة ما قدرتش توصل له. انا الصراحة مش عارف اقول لكم ايه، لكن شبحها مش هيهدى غير لما يتجاب الشخص اللي قتلها. اما ناسان وعروسته فكانوا عاجزين عن الكلام ومش عارفين يردوا على الراجل العجوز ويقولوا له ايه، وعرضت عليهم زوجة صاحب البيت انهم ينزلوا من العربية عشان يشربوا الشاي معاهم عشان يهدوا ويتخلصوا من تأثير الصدمة، لكن ناسان شكرهم ورفض بحجة انهم متأخرين عن موعد وصولهم. وبعد ما ودعوا صاحب البيت وزوجته فضلوا ماشيين بعربيتهم للمكان اللي هيقضوا فيه شهر العسل بتاعهم وهم ساكتين تماما ومفيش حد فيهم قادر يفتح بقه. ودي كانت نهاية القصة الأولى. تخيل انت وعروستك مركبين معاكوا شبح في العربية بتوصلوا شبح لبيته. مش عارف انا الصراحة هيكون احساسكم ايه وانتوا بتقضوا شهر العسل بعد الواقعة دي. يعني حطوا نفسكم في الموقف ده وقولوا لي ردكم ايه في التعليقات تحت. ويلا بينا عشان نبتدي قصتنا التانية. مش طبيعية، دي الكلمة اللي اتقالت لي بخصوص واحدة من جيراني. كل اللي اعرفه عنها هو كلام سمعته قبل كده من واحد من جيراننا، اللي قال عنها انها في منتصف التسعينات من عمرها، وانها كانت بتشتغل جراحة قبل ما تطلع على المعاش. وفي شهر مارس اللي فات اتنقلت انا وزوجتي لبيت جديد في قرية ريفية صغيرة، والقرية دي عدد سكانها قليل جدا، متحاطة بالغابات من جميع الاتجاهات. تقريبا كل البيوت اللي فيها 10 بيوت بس، وبيتي هو اقرب بيت للغابات، وكل السكان فيها طيبين ومحترمين. بس في حاجة غلط بخصوص واحدة من جيراني، اجنس العجوزة. اول حاجة غريبة لاحظتها فيها انها طول الوقت قافلة كل اضواء بيتها بالكامل. بيتها بالليل بيسبح في الظلام حرفيا، والاغرب انها بتفضل واقفة ورا الشباك تفضل تراقب الناس من غير ما ياخدوا بالهم. انا نظري قوي جدا وقدرت كذا مرة اشوفها وهي واقفة لوحدها في الضلمة، ومن ساعة ما شفتها وهي بقت بتراقبني انا تحديدا. مستعد اقسم ليكم على كده. حاولت اتكلم معاها بعد ما سكنت بحوالي اسبوع، كنت عارف ان اسمها اجنس. الجيران الباقيين قالوا لي اسمها كده. كانت واقفه في الحديقه الاماميه بتاعه بيتها، سند على العكاز بتاعها بصمت وواقفه تراقب الناس. كنت بمشي الكلب بتاعي وعدينا من جنبها، حسيت بالكلب بيتصاب بحاله من الجنون، بيبعد عنها بخوف وهو عمال ينبح بطريقه غير طبيعيه. مسكت الطوق بتاعه بسرعه وانا حاسس بخوفه، ودي كانت حاجه غريبه جدا. الكلب بتاعي هادي جدا وبيحب الناس كلها، عشان كده تصرفه وجنونه وخوفه دول كانوا مش طبيعيين ابدا. بعدته عنها بقوه وانا بحاول اهديه شويه، فهدي شويه لما بعد عنها، وبصيت ليها باحراج وقلت لها انا اسف، مش عارف ماله، هو عاده بيحب الناس كلها. استنيت منها اي رد لكن ما لقيتش. كنت قريب منها وتأملتها كويس للمره الاولى. حجمها صغير، رفيعه وقصيره، شعرها ابيض قصير وعينيها لونها رمادي، لابسه بنطلون ازرق وقميص بني، وده اللبس الوحيد اللي هي بتلبسه ما بتغيرهوش مهما حصل. ولما بقول اللبس الوحيد بقصد فعلا الوحيد. قررت اعتذر تاني ليها وقلت لها انا فعلا اسف، بس هو ما بيعضش حد فما تخافيش منه. برضه لسه ما فيش اي رد على كلامي، بتبصلي بصه غريبه كلها شر وحقد. اتحركت ببطء ورجعت لورا وهي لسه بتبصلي، ولقيتها مسكت جاروف كبير مصدي وشاورت بيه بهدوء ناحيه راسي وناحيه راس الكلب، في إشارة واضحة منها بالتهديد. فما كنتش عارف أقول لها إيه، فبدأت أبعد عنها وأنا بقول لها أنا آسف للمرة التانية. بس الملحوظة الغريبة إن مش كلبي بس هو اللي بيكرهها، كل الكلاب اللي بتقرب منها بتخاف وتتصاب بالجنون، سواء كلاب الجيران أو حتى الكلاب الضالة اللي ساكنة في الغابة. بتقف تبص للكلاب وهي ماسكة الجاروف المصدي وبتستعد للدفاع عن نفسها. أما الحاجة الغريبة اللي لاحظتها عليها من كذا أسبوع، كنت سهران لحد الساعة 5 الصبح ومش جاي لي نوم، وكنت واقف بتفرج على الغابة من ورا شباكي. لمحتها بتتمشى بين البيوت ومعاها شنطة قماش، بتدور في الزبالة بتاعة الناس وبتطلع منها حاجات وتحطها في الشنطة القماش بتاعتها. والحاجة الغريبة انها كانت بتتحرك بسرعة شديدة ومن غير العكاز بتاعها، سرعة غير متناسبة مع سنها. فقررت ان اعرفها اني شفتها، فخرجت وقفت قدام باب بيتي. واحد من الجيران كان رامي مكتبة قديمة في حديقة بيته الأمامية، فلقيتها رفعت المكتبة بإيد واحدة وفضلت تدور تحتيها. المكتبة دي تقيلة جدا، ازاي واحدة في سنها وفي قوتها تقدر تشيلها بإيد واحدة؟ مشيت ناحيتها عشان افهم ايه اللي بيحصل. لما قربت منها سابت المكتبة تقع على الارض بقوة وبصت لي بكل شر، فقلت لها انا اسف، ما كنتش قاصد اخوفك، بس انا كنت عايز اساعدك. ما ردتش عليا، لسه بتبص لي بشر وحقد، وبدأت تبعد ناحية بيتها وهي بتعرج على رجليها كأنها رجعت عجوزة مرة تانية. حاولت ان احرك المكتبة بعد ما بعدت، لكن بالفعل المكتبة كان وزنها تقيل جدا. لكن فجأة كل حاجة اتغيرت للأسوأ لما حد اقتحم بيتي.
كنت في حفلة عيد ميلاد حد من أصحابنا أنا وزوجتي والكلب، ورجعت لقيت باب بيتي مكسور، ودخلت أوضة النوم بحرص لقيت 2 نايمين في سريري ومتغطيين. رحت المطبخ بهدوء وطلعت السكين تقطيع اللحمة ودخلت الأوضة وكشفتهم، وأنا لسه كنت مستعد عشان أطعنهم بالسكينة، لكن اكتشفت إن حد مكوم المخدات وملبسها هدومي أنا ومراتي ومغطيهم. الموضوع كان مخيف جدا. مين المختل اللي عمل كده وليه؟ قررت إن أراجع كاميرات المراقبة اللي موجودة في البيت، لكن كل اللي شفته في كاميرات المراقبة شخص بيتحرك بسرعة غير عادية، بيتحرك بسرعة غير بشرية. لكني قدرت اميز اللبس بتاع الشخص المجهول ده، قميص بني وبنطلون ازرق. انا متاكد انها العجوز اجنس. امبارح كان عيد ميلادي، لكني ما قلتش لحد لاني ما بعترفش بحاجه اصلا اسمها اعياد ميلاد، ولا بحب ان احتفل بعيد ميلادي. صحيت الصبح وفتحت باب البيت، لقيت قدام باب البيت قالب كيك قديم ومتعفن والدود طالع منه، وجنب قالب الكيك ده لقيت عروسه او دميه شعرها احمر. بصيت لشعر العروسه كويس، ده شعر مراتي. بصيت ناحية العجوز إجنس، لقيتها واقفة عند بيتها وعلى وشها أكتر ابتسامة شريرة ممكن تتخيلوها. ولحد هنا خلصت قصتنا التانية. الصراحة تصرفات الست العجوزة دي مريبة ومخيفة. أولا الكلاب بتخاف منها وده شيء طبيعي، إن الست دي في حاجة غلط. ثانيا بتتحرك بسرعة وقوتها غير طبيعية. تالت حاجة بتنبش في الزبالة وبتدور على حاجات الناس، واللي فهمته في آخر القصة دي إنها بتستخدم حاجات الناس دي في عمل السحر الأسود. الدمية أو العروسة اللي عملتها بشعر مراته اللي هو صاحب القصة اللي بيحكي أكيد خدت الشعر ده من الزبالة، أكيد مراته قصت شعرها ورمته في الزبالة وهي خدته وحطته على الدمية أو على العروسة اللعبة. فهل الست العجوزة دي ساحرة وبتستخدم السحر الأسود عشان تكتسب قوة خارقة، ولا هي مسكونة بروح شريرة والروح دي بتستخدم السحر عشان تعزز من قوتها؟ الله أعلم الحقيقة فين. لكن الملحوظة الأخيرة إن الراجل ساب البيت الجديد وعزل منه لخوفه على نفسه وعلى مراته، لكنه ما باعش البيت وقال إنه هيرجع له تاني بس بعد ما يهدى شوية، أو بعد ما أجنس العجوزة تعزل أو تموت. يا رب يكون القصص عجبتكم وعيد سعيد عليكم كلكم، ومتشكر لكل حد بيدعمني، ومتشكر لكل الناس اللي بتحط كومنتات جميلة وكل الناس اللي بتشجعني. شكرا ليكم بجد على دعمكم ووقوفكم جنبي. وفي الآخر أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وأشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، وأقول لكم مع السلامة.